السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واش راكم خواتي خواتاتي؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. والفيديو تاع اليوم يلقاكم في احسن الاحوال يا رب العالمين. اليوم راني جيتكم حبيباتي بوصفة الدولمة الفاصوليا الخضراء او المونجتو، طريقة جد سهلة وبسيطة، والذوق ما نحكي لكم مش رائع رائع. يعني اللي جربت الوصفة اكيد راح تخلي لي تعليق في خانة التعليقات. هكا حبيباتي نروحوا دوكا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. نبداو على بركة الله. هنايا نحتاجو الفاصوليا الخضراء حبيباتي كما راكم تشوفوا حسب عدد افراد العائله. هنا درت حوالي رطل ونص، مهم ماشي ملحقش كيلو. غسلتهم بعد ما نشفوا اكيد، نقيتهم، درت لهم شويه تاع الملح، فورتهم نص طياب. هنا لازم تعسي اللوبيا تاعك، ما لازمش تطيب يعني 100%، لانه راح نديروها في لاصوص وتنطلق لنا. صافي نحتاجو نفوروها نص طياب تفويره، والنص الاخر تكملو في لاصوص. هكا ان شاء الله تكونوا فهمتوني. درت ولا عندي هنايا كميه تاع الحمص حبيباتي، وحسب الرغبه ايضا اللي حبت تضاعف المقادير قلت لكم على حسب عدد افراد العائله. عندي فخذ دجاج، حبه طماطم صغيره، حبه بصل مسكرفجين، شويه معدنوس، توابل دجاج وملح. بالنسبه للحشو حبيباتي، رحيت صدر تاع الدجاج، تبلته بفلفل اسود وتوابل الدجاج ورشه تاع معدنوس وملعقه ولا زوج تاع ارز يكون طايب. هكا تفهمنا. هذو هما المقادير حبيباتي. نروحو نوجدو قبل لاصوص تاعنا، من بعد نروحو نشكلو اللوبيا في غرضنا. في كوكيطه حبيباتي نحطو زيت المائده، من بعد ما تسخن نحطو هذاك فخذ الدجاج كما راكم تشوفوا، يتقلى شويه ونزيد عليه البصل، نحمسهم حتى يتغير شويه اللون تاعهم. نزيد عليهم حبه هذيك تاع الطماطم، معدنوس، وفي الاخير نزيدو عليهم هذوك التوابل والحمص، ونمرقو تحماس تاعنا. مهم حبيباتي هنايا التحماس هو سر البنه تاع الاكله. ماشي كيما الفيديو هكا نسرعوا لكم وتشوفوا ماناش نحمسوا فيهم مليح، ولكن التحماس اكيد اكيد هكا حبيباتي. المهم كما قلت لكم، بعد ما نكمل التحماس تاعي ما نطولش ونمرق، نغلق عليها حوالي 20 دقيقه، ولاصوص تاعنا تكون واجده كما راكم تشوفوا فيها. هذه هي لاصوص حبيباتي، خرجت ما شاء الله تبارك الرحمن خاثره وبنا ما نحكي لكمش. نروحوا دوكا بعد ما كملنا لاصوص نروحوا نبداو على بركه الله نشكلوا في الدولمه تاعنا. هنايا نجيبو طبسي ولا بلا، نحطو فيه حبات تاع الفاصوليا الخضراء، حوالي 9 إلى 10 حبات، نستفوهم قدام بعضهم، ونجيب هذاك الحشو اللي كنت شكلته على شكل أصابع، نحط إصبع هكا في وسط اللوبيا، ونبدا نطلع عليها اللوبيا ولا نغلفها باللوبيا هذيك، ونجيب خيط غذائي حبيباتي. المهم هذوك اللي نطلعوا في موالفين نطلعوا فيه اللحم في العراس، هذاك هو. نربط ولا ندير حزمه ولا ربطه تاع اللوبيا، نربطها، من بعد نروحوا نسقموها من الحواف، نقطعوا لها الحواف تاعها، وكما راكم تشوفوا نكمل كامل الحبات بهذا الشكل. بالنسبه للحواف حبيباتي اكيد ما راحش اللحوم، درتهم قطعتهم، زدت قطعتهم شويه شويه كامل طراف، وحطيتهم مع صدر دجاج اللي قعد لي، وشكلتهم كريات وقليتهم، واكيد راح نديرهم في هذيك لاصوص. من جهه واحده اخرى جبنا بيضه، درت لها رشه صغيره تاع ملح ورشه تاع فلفل اسود، ضربتهم وحطيت عقبت فيهم هذوك الربطات تاع اللوبيا، وحطيتهم في المقله في زيت تكون سخونه، حمرتهم من جميع الجوانب كما راكم تشوفوا حبيباتي. شكل يعني تاعو يشهي ما شاء الله. من بعد نروح نحطهم بالوحده في لاصوص هذيك اللي حضرناها مع بعض، نحطوهم كامل في الكوكيطه كما راكم تشوفوا. من بعد ما نحطوهم كامل نغلقوا على الكوكيطه تاعنا عفوا حوالي 8 ل 10 دقائق، حتى تخرج لنا هذيك الريحه ما شاء الله تبارك الرحمن. نفتحوا عليها، نشدوا الحزمات تاعنا، نحطوهم يقطروا. بعد ما يقطروا لنا نجيبوا مقص يعني خاص بالمطبخ، نقطعوا لهم هذوك الخيوط،
ونديروهم في صحن ولا نحطوهم في صحن التقديم كما راكم تشوفوا. من بعد كل واحد حر كيفاش راح ياكل دولمه تاعو. كاين اللي يحبها بلا صوص وكاين اللي يحبها ياكلها هكذا. انا وحده من الناس يعني نشتي ناكلها ناشفه شويه. هكا حبيباتي، ان شاء الله يا ربي الوصفه تاع اليوم تكون نالت اعجابكم. واذا عجبتكم اكيد ما تنسونيش من اللايك، واللي اول مره يشوف القناه نقولوا حللت اهلا ووطئت سهلا، القناه قناتك. ان شاء الله يا ربي يعجبوك وصفات ام عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.